السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. حابة أوريكم فيديو واحدة سودانية بتضرب مصرية في المترو بالشبشب. شوفوا كده. الموضوع باختصار ان واحده طالعه المترو في عربيه بتاعه المترو اللي هم بيبقوا الستات بس، فبغصب عنها في 3 واقفين سودانيين فرجلها داست عليها وهي داخله. ازاي ان هي عملت كده؟ لا ده يعني غلطت غلط كبير جدا. مسكت المصريه خناق وشتيمه وقله ادب، الا بنت تانية داخله شافت الموضوع ان كل الناس اللي قاعدين، الستات اللي قاعدين كلهم في المترو، مفيش حد خالص خد اي رد فعل، بيتفرجوا كلهم، والست المصريه واحده بس هي اللي داست برجلها، ال3 وقفوا لها بالمرصاد، شتيمه بقى وتجرمه وقله ادب. البنت طلعت الموبايل بتاعها وبدات تصور لحد ما لقت الموضوع تطور، وان هم بقى يعني دخلوا في شتيمه المصريين بصوره استفزت كل الناس اللي قاعدين. اولا الست بصت للارض وراحت دايسه برجلها وقالت مصر اصلا دي احطها تحت رجلي، وبدات تشتم كل الناس اللي في العربيه وقالت لهم انتوا كلكم رقاصين وكلكم بتبيعوا شرفكم، وقالت الفاظ البنت بتقول انا ما اقدرش اعيدها تاني لاني ما ينفعش اقول الكلام ده في فيديو. الناس استفزهم الموقف، قاموا كلهم عشان يدافعوا عن الست المصريه، بداوا كلهم يمدوا ايديهم ويدافعوا، وال3 التانيين يعني زي ما انتم شايفين كده يعني كانت معركه. هو الموضوع بس يعني انا عايزه بس اسال سؤال، هو الجرأه اللي جات من عند السودانيين دي ليه؟ انتوا بيقولوا لكم انتوا ضيوف ومش عارفه ضيوف ليه؟ وليه كلمة لاجئين يعني بتضايق الناس، مع ان هي كلمة طبيعية جدا. اي حد في الدنيا متضرر عنده بلده فيها حرب فبيلجأ لوطن تاني او بلد تانية تحميه، اسمه لاجئ. لاجئ دي مش كلمة عيب، ده لاجئ للحماية. لكن الناس لا، ده بيزعلوا من الكلمة، وبعيدا عن كلمة ضيوف او لاجئين او اي حاجة انتوا بتسموها. ازاي ان واحدة جاية من دولة تانية تعيب في الدولة اللي هي قاعدة على ارضها وبتقول ان الدولة دي تحت رجلها؟ الناس اللي زي دول متسابين ليه؟ يعني واحدة زي دي او ال3 دول اتسابوا ازاي وليه؟ وبعدين داخل ناس سودانيين بيقولوا الناس دول من الجنوب، ايه اللي جايبهم عندكم؟ الجنوب امن مفيش فيه حروب، الناس دي جايه عندكم مصر تعمل ايه؟ وهو احنا اصلا كمصريين هنعرف منين الجنوب والشمال والناس اللي جايين من اثيوبيا والناس اللي جايين من اي حته تانية؟ احنا هنعرفهم منين؟ احنا هنفرزهم ازاي؟ يعني السودانيين بيعرفوا بعض، عارفين دول منين دول منين. احنا كمصريين كشعب يعني دول شعب واحنا شعب، دول عادات وتقاليد ودول عادات وتقاليد. احنا هنكيف حياتنا مع دول ازاي؟ يعني ازاي حد مصري يبقى راكب في مترو بتاع بلده وتيجي حد تاني من دولة تانية يهينه ويشتمه وأعزكم الله يقلع الشبشب ويضرب بيه صاحب البلد؟ هي وصلت لان لاجئ يضرب اهل البلد بالشبشب؟ وطبعا ده يعني ده موقف من المواقف اللي يعني ده يمكن ده حد صوره، ولكن بيحصل من ده كتير في مناطق كتير ويوميا بيحصل كتير ومشاكل كبيره جدا. هو بس السؤال هي يعني هي الحكومه سايبانا كده ازاي؟ يعني هم سايبيننا ليهم دول يضربوا دول ودول يعادوا دول ودول يشتموا دول ودول يأدبهم على دول، والموضوع ما بينتهيش. يعني كل الحكومه كانت بتطلبه من السودانيين يوفقوا اوضاعهم ويعملوا اقامات. طيب وبالنسبه للي زي دول يقعدوا معانا في بلدنا وفي وسطنا ازاي؟ يعني
يعني هو احنا ما يكفيناش المشاكل اللي بتحصل بتاعه الشقق اللي الناس دلوقتي بتطرد من شققها عشان يأجروا للغريب؟ احنا ما يكفيناش ان في اسر اتخرب بيتها كتير وناس اتطلقت كتير بسبب ان هم ما بقوش عارفين يدفعوا ايجار الشقه؟ الحكومه عندها علم بالموضوع ده؟ ثم ان يعني ايه ناس تكون مأجره ب1500 مثلا، يروح صاحب الشقه يقول لهم لا ده الايجار زاد 3 و4 اضعاف، لان في سودانيين دلوقتي بيدفعوا، لو ما دفعتوش زيهم فانتوا شوفوا لكم حته ثانيه. طب فين الامن والامان اللي عندنا احنا؟ يعني احنا فين الاستقرار بتاعنا احنا كمصريين عايشين في بيوتنا وفي شققنا؟ نبقاش قلقانين طول الوقت وبنقول ده العقد قرب يخلص، ده صاحب الشقه هيقول لنا مع السلامه. هل ده منطقي؟ هو مش مفروض ان يكون في قانون يحمينا؟ يعني هو المفروض ان يبقى في حد ادنى وحد اقصى للايجارات، مع اختلاف المناطق ومع اختلاف الشقه نفسها بظروفها بتكون عامله ازاي بمحتوياتها؟ هل ده منطقي؟ انا لسه متفرجه حالا على فيديو لواحد مصري مؤجر شقته لسودانيين لمده 6 شهور. البيه كان فرحان ان هم ادوا له ال6 شهور مره واحده، راح نظف الشقه بتاعته بزياده قوي، عمل لهم فرش جديد، اشترى فرش جديد ونقاشه وسباكه ونظف الشقه، وخد منهم 6 شهور كاش عدا ونقدا. وهو بيستلم الشقه بتاعته مصورها بيصرخ، الشقه بتاعته الانتريه اللي هو اشتراه لهم جديد متقطع كله، اوضه النوم متكسره والفرش كله مرمي بين السراير، الدولاب متكسر، الخشب نفسه متكسر، الشقه المطبخ والحمام متبهدلين وكلهم حشرات وصراصير وزباله، والجدران اللي هو دهنها لهم كلها اتوسخت واتكسرت واتبهدلت، والارض، وبيقول الشقه ريحتها بشعه جدا. الراجل بيقول المبلغ اللي انا خدته منهم في 6 شهور انا عايز اكتر منهم عشان ارجع شقتي زي الاول. والحقيقه ان انا ما تعاطفتش مع واحد زي ده. ليه؟ لان انت فضلت ان السودانيين يقعدوا في شقتك وتطرد المصريين اللي من بلدك. انت ما خفتش على اهل بلدك، فجالك اللي ما يخافش على شقتك. وده ليه بقى وانت ما قدرتش تفتح بقك وتبلغ عنهم وهم عارفين ليه؟ انت حضرتك لما بتروح تأجر شقة لمصري زيك بتجيب له عقد طويل عريض مليان بنود وشروط، واولهم انك بتدفعه 2 أو 3 تأمين غير المقدم، 1 أو 2 بالاتفاق، وبتقول له اي في شرط جزائي انك اي حاجة هتبهدلها في الشقة التلفيات دي انت اللي هتدفع ثمنها، صح؟ بعد شهر لو هو لو اتأخر على الإيجار بتاعك أسبوع بتطرده بره، ولا ما بيحصلش؟ فحضرتك انت مش هتعامل معاه كده، هو عارف كويس ان اي تلفيات هتحصل انت مش هتبلغ. ليه؟ لان حضرتك ما بلغتش ان انت اجرتها عشان ما تدفعش ضرايب. الغريب اللي جاي بيأجرها فاهم ده كويس قوي، عشان كده بهدل لك الشقه وكسرها ووسخها وخلى لك ريحتها وحشه وبهدلها وكلها حشرات، وبتقول انا هجيب شركه عشان ترشها لي لانها كلها بقى بق وصراصير وحشرات مطرحهم. الناس دي كانت ازاي قادرين يعيشوا في المزبله اللي هم كانوا قاعدين فيها دي؟ الراجل بيولول، وده مش اول ولا اخر واحد. ناس كتير اجرت الشقق بتاعتها مفروشه للسودانيين وخرجوا يولولوا ويصوروا ويعيطوا ويقولوا ادي الشقق بتاعتنا. انتوا تستحقوا اللي بيحصل لكم عشان الفلوس اللي انتم قلتم يعني احنا حقنا، احنا بنأجر. وهو كده الشقق دلوقتي اسعارها ايه اسعارها دي من امتى؟ والمصري كان بيقلق يخرج من شقته بعد مده معينه، ده كان بيبقى فيه شروط وعقد، وفي العقد فيه بند ان الزياده بتكون 10%، وده القانون اللي بيحطه. في ناس تانية بتقول لك 15، ده بيكون بالاتفاق معاه. فبتكون الناس قاعده في شققها في امن وامان واستقرار، عارفين بعد المده بتاعتهم هتتجدد بالزياده القانونيه. لكن اللي انتوا بتعملوه دلوقتي اسمه استهبال، بتستعبطوا وبتستهبلوا ورميتوا اهل بلدكم في الشوارع
وناس اتخربت بيوتها علشان الناس ما معهاش اصلا. يعني الزياده اللي زادت في الرواتب ما بتكفيش الناس ياكلوا، فكمان زودت لهم الهم 50 هم ان هم مش عارفين يدفعوا الايجار. ناس سابت بيوتها، وناس راحت قعدت اتحشروا زي السلمون مع اهاليهم، وناس اتطلقوا، وناس وناس وناس، عشان انتوا تاخدوا فلوس وتملكوا روشكم وترتاحوا وتبرروا لنفسكم ان الحياه بقت صعبه، واحنا طالما جاي لنا قرش زياده هنقول ما انت ربنا مش هيسامحك، ولا الفلوس دي ربنا يبارك لك فيها، لان اللي سابوا بلدهم وما خافوش عليها وما دافعوش عنها مش هيخافوا على شقتك انت. شقتك اللي المصري كان بيقعد فيها وهو عارف كويس قوي ان هو لا هيكسرها لك ولا هيوسخها ولا هيبهدلها، لانه في الاخر هيدفع ثمن التلفيات. انتوا دلوقتي بتأجروها لسودانيين، وبعد ما بيبهدلوها بتولولوا. لا، هو في الحقيقه انتوا بتستحقوا. واحد من الناس اللي انا بحترمها جدا جدا على السوشيال ميديا، الدكتور رضا عبد السلام، شخصيه من الشخصيات المهذبه المحترمه، الناس كلها بتتفرج عليه وبيقدروه وبيحترموه. وبصراحه هو يعني شخصيه مؤثره على الميديا، الناس بتستفاد من الكلام اللي بيقوله. راجل شخصيه محترمه، كان محافظ الشرقيه الاسبق، ودلوقتي دكتور في جامعه المنصوره. انا اتفاجئت بيه وهو عامل فيديو بيقول ان اللي بيحصل ده كتير. انا كنت مأجر لاولادي شقه في القاهره بيتعلموا، واتفاجئت ان صاحب الشقه بيقول لي يا دكتور الشقه انا هزودها 3 أضعاف. ليه؟ عشان انا دلوقتي جاي لي فيها زياده 3 أضعاف السودانيين عايزين ياخدوها، فلو حضرتك هتدفع لي ايه اللي هيدفعوه، حضرتك هكتب لك عقد هجدد لك، حضرتك شايفها ان هي كتير فانا هأجرها للسودانيين. فانا اضطريت ان انا اجرها. الراجل عنده حق، الراجل زعلان وبيقول ازاي ده يحصل في بلدنا وبينفعل. وحقيقه يا دكتور انا اتكلمت في الموضوع ده كتير من سنه واكتر، ورجعت جددت الكلام تاني قريب، وقلت ان الناس ما بقتش قادره تدفع الايجارات. السودانيين احتلوا الشقق والعمارات، والمصريين مش لاقيين اماكن يقعدوا فيها. يمكن حضرتك انت ما كنتش متاثر بالموضوع، او الموضوع يعني حضرتك شايف ان الموضوع اوفر قوي لما حد بيتكلم فيه، لان حضرتك ما جربتش، حضرتك كنت لسه ما جاش وقت تجديد، ولسه المعاناه اللي الناس بتتكلم فيها حضرتك لسه ما لمستهاش. فاول ما حضرتك جربت اللي الناس بتتكلم فيه فانت اتاثرت وبتقول ازاي ده يحصل. مع احترامي لحضرتك، الناس بتولول وبتعاني وبيعيطوا وبيشتكوا بقالهم فتره طويله جدا على الميديا، ولكن الناس كلها اللي ما تضررتش شايفين ان الموضوع انتوا بتبالغوا قوي يا جماعه. لكن اللي اول ايده ما بتتلسع بيعمل فيديو بيطلع يعيط وبيصرخ وبيقول اجيب منين. والحقيقه هو الموضوع ما بقاش موضوع ايجارات بس، ده بقى على صعيد كل حاجه، الاكل، الشرب، المعيشه كلها اساسا. هتقولوا لي ما كان قبل ما يجوا، كان اقتصادنا كان وحش واقتصادنا منهار والاسعار كانت علت، ولكن بالمبالغه الرهيبه دي الاسعار تبقى بالشكل ده. ليه؟ لان حضرتك انت كمصري لو مش هتشتري، وبالذات في الاماكن اللي هم متكدسين فيها، الاسعار بتختلف تماما، اكل وشرب ومعيشه كل حاجه. بيقول لك المصري مش قادر يدفع، هو هيدفع ده هيدفع، ودي الحقيقه. احنا نشتريش، هما بيشتروا. تعالوا بقى للادويه، احنا تضررنا فيها بشكل مبالغ فيه جدا. ليه؟ هما برضو السودانيين بياخدوا الادويه وبيهربوها في السودان، فبقى عندنا مفيش الصيدليات فاضيه. نتكلم نقول ليه؟ هو لازم يكون ليه وليه. احنا جالنا 20 مليون بيستهلكوا معانا الادويه، وبياخدوا ادويه كتير جدا وبياخدوا كتير جدا ويهربوها عندهم. فالضرر بقى عندنا من الالف للياء، متضرر في السكن، في الاكل، الشرب، المعيشه، الحياه كلها. تيجي تقول لي طب هيروحوا فين؟ يا جماعه مفيش دوله في الدنيا بتستضيف عندها 20 مليون من دوله تانية
وتقولوا لنا هيروحوا فين؟ هيروحوا فين يعني ايه؟ اللي قادر يوفق اوضاعه ومحترم بيقعد. هو انا عايزه بس اسال سؤال، هو احنا اول مره ناس بتجيلنا من دوله تانية؟ عندنا السوريين بقالهم 13 سنه، ليه ما زعقناش وقلنا رحلوهم والاسعار زادت؟ ما حصلش. الناس لا احتلوا بلدنا ولا بهدلونا ولا شتمونا ولا اهانونا. الناس خدت منطقه عاشوا فيها، عملوا مشاريعهم، تعايشوا وخلصنا. دلوقتي حاليا احنا بنقول كل هترجع بلده. ليه بقى؟ لان هم خلاص بلدهم استقرت، اوضاعهم استقرت، وخلاص احنا الدنيا ضاقت علينا، احنا نفسنا مش لاقيين سكن. فبدانا بنقول يا جماعه الدوله اللي خلاص الناس قادرين يرجعوا بلادهم تاني يتفضلوا، عشان يفضوا اماكن لغيرهم، لاصحاب البلد، خلوهم حتى يتنفسوا. عندنا يمنيين، عندنا فلسطينيين، عندنا ليبيين وعراقيين. ليه ما اتدرجناش يا جماعه؟ اشمعنى لما السودانيين بس جم عندنا حصلت المشاكل دي كلها؟ ليه؟ لان الناس عندهم في بلدهم دولتهم طول الوقت بتقول لهم ان مصر دي حقكم، مصر دي اصلها السودان، ده احنا اللي عايشين دول ده مش حقهم، دول ناس جايين تانيين، دول جايين من بلد تانية، وان البلد دي بتاعتكم. فلما نزلوا، ودول مش كل السودانيين على فكره، يعني فيهم ناس كتير قوي جايين فاكرين كده ان مصر دي بتاعتهم، وناس تانية تقول لك يا جماعه حرام عليكم. يعني الناس بقى فيها اللي مكفيها. لا والله، تعالوا اتفرجوا كده الحفلات اللي بيعملوها في الجيزه والمهندسين والشباب اللي عمال يغني ويترقصوا. هي دي يعني مش بلدهم؟ يعني احنا بعد الشر احنا لو احنا عندنا مشكله، اما كان عندنا حروب كنا بنطلع نعمل حفلات ونرقص وننسى اخواتنا اللي على الجبهه؟ بالطبع لا، ولكن دي ثقافات. هم فاكرين ان هم نزلوا مصر خلاص الحياه هناك دي لما تستقر، ومش عارفه تستقر ازاي، الحرب تنتهي ازاي، وهم قاعدين في بلد تانية ومنتظرين ان البلد عندهم تنتصر على اللي عندهم. سافروا بلادكم، حرروها من اللي اغتصبوها، وبعدين تبقوا انزلوا زائرين، سياحه، اعملوا اللي تعملوه، ولكن تيجوا تقعدوا ملايين على قلوبنا وتقولوا طب هيعملوا ايه؟ لا والله مفيش كده في الدنيا. وبتوع الجنوب جايين يعملوا عندنا ايه؟ وبتوع الاماكن دي والاماكن دي يعني لو احنا بنتكلم عن الناس اللي جايين من الاماكن الملتهبه، الناس اللي جايين من اماكن فيها حروب، المحترم يقعد على راسنا، المحترم. اي حد في احنا لو احنا في بيوتنا، احنا اي حد بيزور حد لازم يكون محترم ومؤدب معاه. الضيف لازم يكون مؤدب، والا اصحاب البيت هيقولوا له يلا مع السلامه. مش دوله لها قوانين ولها عادات وتقاليد، والشعوب كلها بتختلف، الشعب ده غير الشعب ده، ونيجي نتكلم في الاخر ونقول لا حرام كده، هنوديهم فين؟ لا معلش، واحنا كمان كاصحاب بلد احنا كمان هنروح فين؟ لما نكون مش لاقيين اماكن نعيش فيها ونستقر فيها، بيجوا اصحاب الشقق يقولوا لنا عقودكم خلصت مع السلامه. لا، لازم نفتح بقنا، ولازم الحكومه تتصرف وتشوف ايه اللي بيحصل ده، لان احنا بقينا مننا ليهم. انتوا متضررين، اتعاملوا. احنا وبعدين ده في عندهم نوع من البجاحه، بيقول لك احنا المفوضيه بتحمينا، احنا في منظمات بتحمينا. اعمل اللي تعمله، محدش يقدر يعمل لنا حاجه. وفي ناس كتير جدا فعلا بتقول لك احنا متضررين، وطول الليل سهرانين في شققهم وبيخبطوا وطالعين ونازلين ومبهدلين الدنيا، مفيش حد بيتكلم. كل حاجه لها اخر يا جماعه. لو ما كانتش الحكومه هتتصرف وتظبط الاوضاع دي، اهل البلد هيعملوا ايه؟ اصحاب البلد هيعملوا ايه؟ اما يجوا ناس اغراب من دوله تانية يدوسوا على الارض ويقول لك البلد اللي انا فيها دي، اللي انا على ارضها تحت رجلي، وامسك الشبشب اضرب بيه اهل البلد، والحكومه مش قادره تحمينا. انا مش عارفه احنا لحد امتى هنفضل في المهانه دي؟ مش عارفه. ويجوا ناس تقول لك احنا معاهم، وناس تقول لك لا كفايه عليهم كده يمشوا. انا بقى مع اللي يحترم نفسه ويكون معاه اقامه ومؤدب ولسانه نظيف، وبيقول لك انا اولادي بيحاربوا هناك، انا احترمك وانت بتقول انا اهلي هناك بيحاربوا، ولكن دي تكون ناس كبيره في السن، ستات، اطفال لا حول لهم ولا قوه، شبابهم هناك بيحاربوا. بقول لك ولكن انا شايفه الشباب هنا
لا ده حفلات ورقص ومسخره وفي العيد كانوا محتلين فيصل كلها في الشوارع وعاملين افراح وليالي ملاح، ويجي يقول لك الناس دي تعبانين. لا مش كل الناس، ربنا يرحمنا برحمته، لان احنا بصراحه احنا جبنا اخرنا وتعبنا في كل حاجه يعني. ارحمونا، كفايه. الناس اللي عندها اماكن امنه بالسلامه يروحوا، الناس اللي لسانها طويل يترحلوا، ولا ايه يا مصريين؟ انا بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.